بيقول ان الواد مظلوم وما سرقش الحمار الخشب دي. حمار الايه؟ الحمار الخشب. يعني ايه؟ يعني اسم الله على مقامك حمار خشب، ما هوش حمار بحج وحقيقي. ايه فهمت. وانه مش حرام. ايه؟ وعمره لم سرق في حياته. السرقة يجب أن يتوفر لها 3 أركان. إيه؟ الركن الأول نسيته. والركن الثاني تاه عن بالي. والركن الثالث هفتكره لك حالا دلوقتي. صباح الخير يا رياض افندي. صباح الزفت، صباح الهباب، صباح الجطران. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت انت مالك عامل لي كده زي فرج علوس؟ بتتحشر بيني وبين زبايني ليه؟ انت ايش فاهمك في القانون؟ أنا يا أستاذ مرجع في القانون. أنا يا أستاذ لي كتب في القانون. اتفضل شوف قانون العقوبات تأليف ياسين نجيب. أنا شوف كمان روميو وجولييت تأليف ياسين نجيب. أنا فن الطهي تأليف ياسين نجيب. أنا أنت فاكر إيه؟ ده أنا ياسين نجيب أستاذ أكبر وأشهر محامين في البلد. سبحان العاطي. بقى كل الكتب دي تأليفك انت؟ مش لك عينين؟ اقرأ اسمي هو محطوط بالبنط العريض على كل كتاب. روميو وجولييت تأليف ويليام شكسبير. تبقى تأليفك انت؟ انت اسمك ويليام؟ بتلزق اسمك على كتب الناس يا نصاب يا مزور. وديني وما اعبد بكره تخش مستشفى المعجزي. خد يا شيخ، خد. مجاذيب لما تاخدك راجل حيوان. امي ايه دي؟ كمل انت الاخر. احسن مني في ايه دول؟ يا سلام. يا عيني. قول لي يا سعادة حظوظ. البيه. نعم. حاج حضرتك استاذ كل الابوكاتيه اللي في البلد؟ طبعا، واستاذ كل الدكاتره والجزارين والحلاقين، كله من مجاميعه. طب والنبي يا بيه تخش ترقع لنا كلمتين للواد ابني عشان تطلعه لنا براءه. ده مصدوم والله يا سعاده البيه. اطمن براءه باذن الله. تعال معايا. على فين؟ هشوف لك واحد من تلامذتي يترافع لك عن الولد. مش انا. الله يكرمك. دي حاجه بسيطه خالص. ايه يا ابني ده؟ معلش يا استاذ، انا اسف جدا. سيادتك الاستاذ سمير فوزي المحامي؟ ايوه يا فندم. مكتبك في شارع شريف؟ نمرة 36 الدور الثالث. شقة 390. وجاي هنا في قضية. اهلا وسهلا يا استاذ سمير. وحشتنا يا استاذ سمير. دل على السلامه يا استاذ سمير. حيلك انت مين؟ الله، مش عارفني يا استاذ سمير؟ ما خدش بالي. انا ياسين. ياسين مين؟ اخو حسين. حسين مين؟ صاحبك. مش فاكر يا استاذ سمير لما كنت بتجينا البيت ونغديك حمام بالفريك؟ كانت ايام. ياما قعدتنا على حجرك يا استاذ سمير، وياما وسخت لك بنطلوناتك. سيادتك غلطان. اولا انا عمري ما شفتك. ثانيا عمري ما اكلت الحمام اللي تقول عليه ده. ثالثا طول عمري بنطلوناتي نظيفه. رابعا انا عندي قضيه. يا استاذ سمير اسمعني بس يا استاذ سمير. اسمعني بس يا استاذ سمير. نعم يا سياسين. قضيه. قضيه فين؟ تعال. ابن الراجل ده متهم بسرقه حمار. حمار؟ ايوه يا متر، حمار، وعاوزينك تبرأه. والجلسه امتى؟ النهارده يا بيه دلوقتي. بس انا مش هلحق اشوف القضيه والمستندات. مستندات ايه وبتاع ايه؟ هو انت بتاع الحاجات دي؟ عيب، ده انت استاذ كبير. طيب يا ابني بعد القضيه اللي انا جاي علشانها، عن اذنكم. احنا متشكرين، هنحصلك. حظك من السما، ده ما بيقبلش غير القضايا الكبيره وبس. 100% ابنك هيطلع براءه. ايدك يسمع من بقك ربنا. لا، حط في بطنك بطيخه صيفي. ده ياما خرج ناس من تحت حبل المشنقه. دلوقتي هتسمع الدرر اللي هيقولها قدام القاضي. اتفضل وانت تشوف بنفسك ده هيقول ايه. ولا أنا حاضر مع المتهم وأطلب تأجيل القضية لتقديم المستندات وإعلان شهود النفي. تأجلت القضية لجلسة 15/12. متشكر. شوف تأجلها ازاي. ودي فيها حاجه دي. ما تبقاش عبيط. هو لولا انه محامي كبير كانوا سمعوا كلامه.
مدبولة عبد الواحد. قضيتني نام واطمن، براءة وشرفك. الدفاع. سمير فوزي المحامي مع المتهم. انت يا راجل سرقت الحمار. ابدا، وحياة مقامك العالية سعادة بيه مسرقة الحمار. طب اتفضل يا استاذ. سيد الرئيس، إن موكلي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فإنه لم يسرق الحمار ولم يرى الحمار ولم يسحب الحمار بأي حبل من الحبال. الأستاذ قصده يقول إنه لم يحمل الحمار بأي حال من الأحوال. اسكت انت. حاضر. كمل يا استاذ. المتهم المسكين كان ماشي سرحان في الدنيا وهمومها، وكان تحت باطه علو برسيم. الحمار شافه، مشي وراه، جعان. الحمار جعان. اتكلم في الموضوع يا استاذ. ما هو ده الموضوع. المحامي بتاعك هيودينا في داهية. يا حضرة القاضي، الأستاذ عاوز يقول إن الحمار لا بيشوف ولا بيمشي. وبعدين وياه؟ أصله هو قصده إن المتهم صحته ضعيفة ومرهوق. يعني مش عايز تسكت؟ يا فندم أنا بوضح الأمور حتى تأخذ العدالة مجراها، وحتى انا الاخر مرة بنزلك انك تسكت ولا احطك في القفص، فاهم؟ فاهم يا فندم، فاهم. كمل يا استاذ. عاوز اضيف حاجة جديدة للموضوع. حد شاف المتهم وهو متلبس بالجريمة؟ في 2 شهدوا بانهم شافوه وهو شايل الحمار. هل من المعقول ان بني ادم يقدر يشيل حمار؟ مستحيل. ولو فرضنا انه شاله، الحمار هيسكت له؟ ما يعضوش، ما يرفضوش. انت بتقول ايه يا استاذ؟ المتهم ما فيهوش اثر لا عض ولا رفس، حتى الحمار مناحة. نهارك مطين يا استاذ. الأستاذ يقصد يقول أنه لا توجد آثار مسمار وليس رفس حمار. انت برضو مش عاوز تسكت؟ وإن الشهود لا يؤخذ بأقوالهم، لأن واحد عنده رمد صديدي والتاني ما بيشوفش خالص. يا عسكري يا فندم، حط الجدع ده في القفص. يا فندم أنا أدافع عن الحق. أنا استنى شوية، أنا أدافع عن العدالة. أنا ياسين نجيب، أنا خادم العدالة، أخدم لله في الله، لا أبغي جزاء ولا شكورا. قررت المحكمة حبس ياسين نجيب لمدة 24 ساعة لإحداثه ضوضاء بالجلسة. خبر اسود، هو أنا هتحبس؟ يا اخينا يلا. أنا بعرفك يا أستاذ يا سمير. اخينا يلا. هتحبس يا أستاذ سمير. أنا سيدك يا أستاذ سمير. يا أستاذ سمير. وانت يا استاذ سمير، اطلب البراءة. انت قبل قريت القضية؟ طبعا. بس انا عايز اقول لك ان اللي اتسرق حمار. ما انا عارف انه حمار. حمار خشب. خبر اسود. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مدبولي عبد الواحد بالحبس 6 شهور مع الشغل والنفاذ. ايه ده يا معلم؟ بتاكلوا ايه؟ ست ام فاطمه، يا ست ام فاطمه. في ايه يا منعم؟ ياسين ماله؟ حبسوه. يا خرابي، ليه؟ عمل ايه المدهول؟ كان في المحكمه واتخانق مع القاضي حبسه. وايه اللي وداه المحكمة؟ هو الواد ده مش هيبطل يتحشر في اللي مالوش فيه؟ ماله يا اختي ياسين؟ بيقولوا حكموا عليه ب6 اشهر. بيقولوا كان عايز يقتل واحد وحكموا عليه بالمؤبد. وعايزاني اوافق واجوزك لواحد رد سجون؟ مش تستني يا نينا لما نشوف قبل سببه ايه؟ واحد اتسجن هيكون سببه ايه؟ ضروري عمل عملة اسود من وشه. ما تقوليش كده يا نينا. ايش حل لو ما كانش ياسين ابن اختك وانتي اللي مربياه وعارفه اخلاقه كويس؟ طول عمره مجنون، مخه مش راكب مطرحه. اسمعي ما اقولك، من هنا ورايح مش عايزاكي لا تقابليه ولا تشوفيه ولا تكلميه، فاهمه؟ بس يا نينا من غير بس. وانا هستعوض ربنا فيه، واعزمني لا ليا ابن اخت ولا حاجه.
السلامه يا ياسين. الله يسلمك. كفاره يا ابو لوس. متشكر. ايه اللي حصل يا ياسين؟ لا مفيش، شويه زعل بيني وبين القاضي. البلد كلها كانت بتتكلم عنك عشان اتسجنت 24 ساعه. امال لو اتحكم عليا بالاعدام هيحصل ايه؟ يا راجل ما تفولش على روحك. عن اذنكم. الحمد لله على السلامة يا ياسين. تعالى معايا. يا سلام، بقى الجيران قعدوا يتكلموا عني. المهم الكلام اللي قالته نينا. السلام عليكم يا شلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا ياسين. الله يسلمك. هو كان حصل ايه في المحكمة؟ بعدين بقول لك. ايه ده انا حكايتي بقت على كل لسان. ايه اللي خلاه يعمل كده بس في المحكمة؟ اصله مفلمنجي. ده بيدل عليه كان شاطر قوي في المدرسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ ياسين. شفت يا فاطمة؟ شفتي؟ سامعة؟ بيقولوا لي يا أستاذ. أنا محدش فاهمني. ده أنا فنان يا فاطمة، فنان. طب 3 بالله العظيم، أنا بكتب أغاني أحسن من حسين السيد، أمثل أحسن من إليزابيث تايلور. وايه الفايدة؟ لما نتجوز هنتغدى اغاني، هندفع ايجار شقتنا تمثيل. معلش، بكرة الأحوال تتعدل واكسب ألوفات. بكرة امتى؟ ده انت بقالك سنين عمال تبعت جوابات للإذاعة وبتوع السيما ومحدش منهم سأل فيك. أصلهم جهلة ما بيقدروش المواهب، ناس بيجروا ورا المظاهر ورا المشهورين. يعني هنفضل كده لما نبقى مشهورين؟ اطمني يا فاطمة، اطمني، مش هتستني كتير. الليلة اللي أنا اتحبستها دي خلتني أعيد نظر في حياتي كلها. بكرة تشوفي هخلي كل الجرايد تتكلم عني، وساعتها كلهم هيجروا ورايا. هتعمل ايه؟ مسيرك هتعرفي لما تفتح الجورنان وتلاقي صورتي منشورة فيه. صورتك انت؟ بصي، شوفي الصورة دي، شوفي المنظر ده، شوفي بقى البروفيل، شوفي الفاس، كل الصور دي هتتنشر كلها. طب بس مش تفهمني هتعمل ايه؟ اوعى تكون هتعمل حاجة تودي نفسك فيها في داهية. ما تخافيش على ابو اليسن، بس ادعي لي انت يا فاطمة. من قلبي يا ياسين. خلاص اهو يا اخي. لما هي مش شغلتك بتعملها ليه بس؟ هو انت محامي ولا فتوة؟ محامي طبعا. اتخانقت واتعورت ليه؟ غصب عني، حاجه من الاتنين، يضرب يضرب. انا بقى كمان غصب عني، يعمل تمرجي يا سيب تعورتك مفتوحة، انهي الاحسن؟ طب بطل فلسفه، روح افتح. حاضر. مفيش مفر، نقلع بقى لبس التمرجية ونلبس لبس السكرتارية. اهلا وسهلا ست نوال، اهلا وسهلا. فين الاستاذ؟ اهلا يا روحي. اهلا وسهلا سي سمير. تسمح تقول لي هي اسمها ايه؟ هي مين؟ الست اللي انت كنت معاها امبارح. حرام عليك يا شيخه، ده انا امبارح ليل ونهار راقد هنا في البيت. معاها طبعا، مش كده؟ مين بس؟ ده انا غلبان، انا عيان حتى. عيان؟ بعد الشر عليك. سلامتك، مالك؟ عندك ايه؟ عندي واوا. واوا؟ فين؟ وريني. هنا اهو جوه، هنا اهو. لازم ظبطكم سوا. هو مين؟ جوز الست اللي انت كنت معاها امبارح. لا ده النهارده عصبيه قوي. يا سلام، لا يا شيخ، والنبي خش في قلبي، خش. احلف لك بيه وحياتك انت، انا لا شفت ستات ولا جواز ستات. امال كنت فين امبارح؟ ربنا وقعني في حته واد مفعوص، الله لا يكسبه. شبكني في حته قضيه، لما خدت منها اتعب تمام. كام؟ لا، علقه وتعويره. صدقتي بقى؟ صدق. اشربي. لا، انا عايزه ننزل. نروح فين؟ نروح لماما. هي برضو دي ماما يا سمير. طيب ما انا عارف، دي حماتي. بقى اسمع يا سي سمير، الناس كانت وشنا من دخولك وخروجك اللي على الفاضي ده. احنا ورايا لوحدنا في البيت، وافتكر ما يخلصكش تخطب البنت وتفضل معلقها كده بين السما والارض. طب اهدي خدي الشفطه. يخلصني ازاي وده معقول؟ وايه اللي حايشك؟ لسه ما خبطش. هو مين اللي ما خبطش؟ الحظ. يا دي المصيبه. اسمع ما اقول لك، قدامك شهر واحد، يا تجهز انت زي ما اتفقنا يا نقبض احنا ونجهز. يا اما بقى بلاش اما الاخريه دي والنبي. خلاص خلينا في اللي قبليه.
ادعي لي بقى ان الحظ يخبط على بابي. يا مرحب مرحب يا متر. في حد سأل عليا؟ في مين؟ صاحب البيت جه سأل على ال6 اشهر المتأخرين، والقمصانج جه عمل هلولة على الاقساط المتأخرة. زباين مفيش زباين. طب ده انا متهيألي من يوم ما جنبك فتحت المكتب والناس ربنا هداها بطلت تشتكي بعض بالعند في حضرتك. بكره تفرج. امتى بس؟ اديلك 3 سنين محامي اهو، ما جالكش غير زبونين، واحد منهم مات قبل ميعاد القضيه وما دفعش، والتاني طلع نصاب، وبدل الاتعاب خدت انت العربيه الحمرسيدس اللي سيادتك بتركبها. مين عارف، ربنا قادر يبعت لنا قضيه تخلي اسم في السماء والمكتب يشغي كده زباين. ربنا يسمع منك يا استاذ. السلام عليكم. نعم. الأستاذ موجود؟ حضرتك مين قبله؟ قول له الأستاذ ياسين. مين اللي بعتك؟ ايه ده؟ انتوا لازم تعملوا سين وجيم مع كل زبون يجيلكم. قول لي حاجه، اي حاجه، قول لي جنحه، قول لي جنايه، بس رن. انفخ كمان. انفخ قوي يا واد في ايه؟ زوزو. زبون؟ مش معقول. او النبي زبون. هو فين؟ بره. بعتوا لي اوام. وجب. لا نو يا اكسلانس، لا اطمن خالص. كوني اكسب لك قضيه ب100,000 جنيه دي حاجه ياما عملناها. ايوه، وزي ما اخدمك في القضيه اخدمني في الاتعاب. لا انا احب كل حاجه تكون واضحه، انا اصلي احب الوضوح قوي. ايوه 2000 جنيه كويس؟ زياده؟ لا مش عاوز زياده، بس ابعت لي بقى نص المبلغ مع المستندات. ايوه ابعت لي شيك ب1000 جنيه. مع السلامه يا اكسلانس. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يخرب بيتك، هو انت؟ الله يحفظك يا أستاذ سمير. تحب جنابك القهوة سادة ولا سكر زيادة؟ يخرب بيتك، انفخ. زوزو. الله زوزو ايه يا أستاذ؟ عيب. بس يا بتاع الحمار الخشب، بتاع اليوم. الله الحمام والفريك والعلقه اللي حكيت لي عليه. اكلك ازاي؟ قرشك منين؟ بس كده ليه يا واد؟ أنا حر. ده امرت يا واد؟ أنت ما تعرفنيش. تطلع يا واد. ايه هو ده؟ الله، أنا قتال قتلة. حلوه دي عشان تعرف. ده باين علينا هنتسلى النهارده. اقعد. مش قاعد. اقعد. الله، انا قلت اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش وادي لك القضيه، لكن خساره فيك. سلام عليكم. استنى انت بتقول قضيه؟ ايوه، وقضيه الموسم كمان. انت بتتكلم جد؟ يعني ايه؟ مش مصدقني؟ والله يا ابني نفسي اصدقك. خليك بلاش تصدق. ادي كشف باسماء اكبر محامين في البلد، هم يصدقوني. اسمي فيهم؟ طبعا لا. سلام عليكم. يا زلط. اسمي ياسين. افندم. قهوه زلط. سكر زياده وكوبايه ميه ساقعه يا زلط. حاضر. اتفضل قدامي بقى على المكتب. شكر. ايه بقى القضيه؟ القضيه اللي هزت الراي العام، الجريمه الغامضه، مصرع الدكتور عبد اللطيف زاده. سمعت عنها؟ ومين ما سمعش عنها؟ حد عرف القاتل؟ لا. ولو الحظ خدمك وعرفت القاتل واترافعت عنه؟ الله، انا بقى نفسي في قضيه زي دي. والجرايد بقى تكتب وتكتب، والمكتب بقى يشغي زباين، والقاتل كل الناس تتكلم عنه ويبقى انسان مشهور. ايوه بس فين هو؟ القاتل؟ ايوه انا. ايه؟ انا القاتل يا استاذ سمير.
مش معقول. قتلته يا استاذ سمير، قتلته بايدي دي، قتلته. ده باين صحيح. تسمح يا استاذ ياسين تتمالك نفسك وتحكي لي الحكايه بالظبط؟ بنت خالتي يا استاذ سمير، بنحب بعض ومتفقين على الجواز. تروح له عشان يعالجها، يقوم يخلصك انه ما عالجهاش كويس؟ يا ريت. عمل لها عمليه وما نفعتش؟ يا ريت. ماتت في ايده؟ كان اهون يا استاذ سمير، كان اهون. قصدك انه؟ ايوه انه. تصور مش معقول. انا هتجنن. ده شرف البنت زي عود الكبريت، ما يولعش غير مرة واحدة. مظبوط. يوسف وهبي قال. واصبحت قاتل هربان من العدالة. عشان كده انت بتعيط؟ ايوه، ضميري معذبني. ما بنامش لا ليل ولا نهار، ما باكلش. ما تزعلش يا استاذ ياسين، انا هريحك واريح ضميري. هتعمل ايه؟ هبلغ البوليس. طيب ايه البوليس؟ انت اتجننت؟ ده انا ابقى مجنون لو ما بلغتش. طيب روق دمك بس وانا افهمك. البوليس يقبض عليك اولا وتفهمني ثانيا، وبعدين اطلعك زي شعره من العجين. دي شغلتي. اعوذ بالله، انا ما كنتش فاكر ضميرك صاحي بالشكل ده. هو انا حلت غيره؟ ايوه، بوليس النجدة. طب استنى بس. اوعى ايدك. تضحك؟ لا هو ده بيضحك. لازم اتجنن. ما هو اضحك انا احسن ما البوليس يضحك عليك لما تقول له. يعني مش انت اللي؟ طبعا مش انا اللي. طب بره. الله، صبرك بس. بره. بعدين هتندم. بره. كشف المحامين اهو. بقول لك بره. طيب خلاص، بره. انا طالع من هنا. بس اخر حاجه احب اقولها لك قبل ما اخرج، اني كدبت عليك مش عشان تطردني بره، عشان تهتم بالقضيه. انا اعرف القاتل، انا اعرفه، وكنت هجيبه لك لحد هنا عشان تترافع عنه وتستفيد بالاتعاب وتبقى مشهور. لكن مالكش اسمه، مالكش في الطيب نصيب. ياسين. لا، سلام عليكم. ياسين. مفيش فايده، حتى لو قلت لي هقاسمك في الاتعاب. يلا قول لي عليكم السلام، خليني امشي. انت باين عليك جدع طيب وابن حلال، عشان كده انا مش هكسفك. صحيح انا عندي قضايا كتير وملبوخ لشوشتي، لكن عشان خاطرك انت انا هقبل القضية دي. عال، يعني هتصدقني؟ هصدقك في كل حاجة اقولها؟ في كل حاجة. كويس. قول لي بقى، انت تعرف القاتل؟ ايه اللي اعرفه؟ طبعا اعرفه، ده هو بنفسه هيجي هنا بعد اسبوع بالكتير. طب ما يجي دلوقتي ويخلصنا. لا، يجي حاف كده، ده اصله بيبيع حتة ارض عشان يقدر يدفع لك الاتعاب. بس اسمع، اوعى تقبل اقل من 3000 جنيه. على العموم حكاية الاتعاب دي احنا مش هنختلف فيها. والبركة في حضرتك. طبعا. وبنقدم السبت للحد قدامه. صحيح، بالمناسبة دي. ايوه. هتسهرني بقى فين الليلة عشان تصالحني بعد المقابلة البايخة دي، ولا مش هتصالحني؟ لا هصالحك قوي. يا سلام على مصر وحلاوة مصر والفرفشة اللي في مصر. احنا يهمنا انك تنبسط. وتشكل. انتي ساكنة هنا؟ ايوه. معلش، ما تزهقيش، بكرة لما تتجوزي الأستاذ هيسكنك في فيلا كبيرة في قصر. يسمع منك ربنا. بإذن الله. لو الأستاذ شوية، ده لسه قابض النهاردة 1000 جنيه مقدم أتعاب في قضية واحدة. 1000 جنيه؟ طبعا ما انا باخدش القضايا الكبيرة. يلا مع السلامة بقى عشان عايز أروح أنام. تصبحوا على خير. انت من أهلي. من اهله. سلمي على ماما. الله يسلمك. يلا يا سيدي. 1000 جنيه. أي بقى هيقبض النهارده شيك ب1000 جنيه. يا ألف نهار أبيض يا أختي. 1000 جنيه؟ دول كمان نص الاتعاب يا ماما. كمان؟
اسمعي، احنا بقى ننتهز الفرصه وننزل السوق نشتري الجهاز ونبعت له الفواتير على المكتب. ونزعل يا ماما. يزعل؟ ما احنا متفقين ان هو اللي يجهز. انا بقول لك احنا نضرب عصفورين بحجر. العصفور الاولاني انك تتجهزي، والتاني يا ماما؟ والتاني يا روح ماما تقصقص ريشه اول باول. الرجاله ما تنضمنش، اساليني انا. يا استاذ يا استاذ يا زلمه ايه اللي نامك كده يا استاذ؟ ايه ده؟ ايه اللي الذوق بتاعتكوا دي؟ الواحد ما يعرفش ينام في بيته؟ صباح الخير يا استاذ ياسين. صباح الخير. ايه ده انا فين؟ انت ببيتك يا استاذ. استاذ؟ استاذ. انت قاعد كده ليه يا واد انت؟ واد؟ ما تقولش واد. لا واد و60 واد. فوت دي فوتناها. امشي هات نجر حضر لي الفطار. انجر؟ ايوه تنجر ورجلك فوق رقبتك. طب ولو ما انجرتش ايه؟ انجر انا بقى. لا يا استاذ ياسين. فوت دي كمان يا زلط. انجرينا. خلاص انجر. سيادتك ليك طلبات تانية؟ اولا البيجامه بتاعتك دي انا بلق فيها، مفهوم؟ مفهوم. بتلق يعني اوضبها لك. لا تشتري لي واحده جديده على قدي. نعم. يعني ايه بقى؟ لا اشتري. ناولني سجاره عريق كده يا اخي، انا حر. حاضر. انا بس خايف على صحتك. انا يعني تهمني صحتك قوي. اتفضل. ولع. تقدر تقعد. اقعد. عن اذنك بقى اخد حمام والبس هدومي عشان اقابل الزباين. انا اهم. في دي عندك حق، انت اهم. نتكلم بقى شويه عن القضيه، ولا تحب نتكلم عن سهره امبارح؟ لا السهرات جايه كتير. المهم القضيه. انا بقول يعني القاتل مش كفايه يسلم نفسه، ولا لازم يثبت لهم انه كان يعرف القتيل؟ لازم يعرفوا ولا هاتيله من باب للطاق. برضه بتفهم. الله يحفظك. يعني لازم تبقى عنده معلومات عن ظروفه وعن شكل البيت والعياده ونظامه وحاجات زي كده يعني، ولا مش هيسالوه في التحقيق؟ هو بيني وبينك الناس اللي بيحققوا دول صعب شويه. يحب يسالوا يتاكدوا. ادي عيبه. عيبه ليه بقى؟ لا ما تدقش كلمه وفلتت على الريق يا اخي. فلتت؟ يعني انت شايف انه مش كفايه يعترف وبس؟ ما انا قلت لك انه لازم يقول ازاي وامتى وفين وليه. طيب خلاص ما هو انا لازم اعرف الحاجات دي عشان الحكايه تتسبك. تسبك يا اخويا، هي طبخه. ما قلنا ما تدقش بقى. حكيم انا اسال في المسائل القانونيه كتير عشان غاوي قانون. طب تسمح لي بقى اسالك انا سؤال؟ ما عنديش مانع. بقول يعني ما دام صاحبك قتل الدكتور ده وهيعترف، هنطلعه منها ازاي؟ ما هو هنا الحدائق، هنا الفهلوه، هنا القضيه هتبقى قضيه وتتشهر. القاتل القاتل هيخش برجليه القفص. يخش بايه؟ برجليه القفص. ثم بعد كده هتطلعوا حضرتك زي الشعره من العجينه بعد الضجه الكبيره اللي هتملى البلد. دي شغلتك بقى. ثم ايه قلنا؟ ثم دي لا لازم دليل قاطع علشان يبرئه. هيحصل يا استاذ، هيحصل. انت اتعلمتها انت راخر. الفطار. ايوه الفطار. يلا يا سيدي. يلا متر بقى، ايدك على جنيه. دخلنا على لبن العصفور. جنيه بحاله. علشان اروح المشوار اياه. ده كفايه 5 شيلين. ما ينفعش، لازم جنيه عشان يحصل. لا ما تبصليش، ما فاضلش من مصروف البيت غير جنيه وربع. ايه ده؟ دي عمال تعملوها؟ ده فطار تحضره عشان واحد محترم زيي. معلش نصلحه يا استاذ. ما ينفعش، انت راخر. ايدك كمان على ربع جنيه علشان افطر بيه بره، حضره على بال ما البس. اسمع هذا زلط انت، انا عايز على الغدا فراخ عتاق محمره. انا ما اكلش الهفق ده. انا عايز اضيع الانيميا اللي عندي. ولا بلاش اروح المشوار؟ لا تروح. سيبه. هبقى اعمل له فراخ على الغدا. منين؟ نبيعنا بولية المكتب بقى. لا نستلف. هيحصل. انت راخر. وحياتك عندي يا استاذ افندي انا ما بسلف ابدا. لولا السزاره شكر فيك ولا عنك الطيب انا ما كنت وافقت
ابدا. كتر خيرك. على العموم الحكايه بسيطه. 30 جنيه مبلغ بسيط. ابدا. مش بقولك انه فنجري وجدع وصاحب صاحبه يا ست ام حماده؟ باين يا اخويا، باين باين. ايه بتعملي ايه وليه؟ بطمن على نابوليا. ليه هتشتريها؟ ابدا، بس بشوف اذا كانت تستاهل ال 30 جنيه ولا لا. مش يمكن الله لا يقدر ما تقدرش تدفع ومرفع عليك قضيه عشان اخد حقي. ربنا ما يجيب راضي يا ست ام حماده. المهم الفلوس معاكي؟ معايا يا اخويا، بس اسمع اما اقول لك، ال 30 جنيه هتاخدهم 25 ونص وابقى مكرماك. مكرماني؟ ايوه النبي، انا باخد باريستين على الجنيه، انما عشان خاطر عيونك وعيون سزلطه هاخد باريزه ونص. اصيله والنبي يا ست ام حماده. قلت ايه؟ ايوه هاتي. تمضي ولا تبصم؟ انه الارخص؟ لا دي فوق البيعه. طب نمضي بقى. اتفضلي. خد يا اخويا، اتفضل، الطيبات لله. مع السلامه يا ست ام حماده. سلام، شكلهم حلو قوي يا استاذ. بكره يبقوا بكوم، بكره المكتب ده يشغي كده زباين. يلا اوان بقى، اجري هات الفراخ عشان يجي سياسين ما ينكدش علينا. طب هات. ابدا. السلام عليكم. عليكم السلام. هنا ساكن الدكتور عبد اللطيف زاده. الله يرحمه يا سيدي. السلام عليكم. اتفضل. ما عندكش اخبار؟ الله يرحمه. حتى العظم مصمصه. وكنت فاكره زوزو، زوزو اخر زمن. اظن الاكل عجب سيادتك. مش بطال. تحب بقى قهوه، شاي، حاجه بارده، حاجه تحبس، حاجه تهدم؟ ميرسي. انا يلزمني دلوقتي 5 تأمل. تأمل؟ والتأمل ده انا هجيبه لك برضه؟ لا 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 لا، اتفضل انت خش على مكتبك وسيبني لوحدي شويه. خد راحتك يا استاذ ياسين. اسمع، اذا عوزت حاجه هسقف لك. كتر خيرك. الله يطولك يا روح. يا منجي، الاستاذ سمير موجود؟ زوزو، مش معقول. يا اهلا وسهلا، يا اهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لحظه واحده، لحظه واحده، لحظه واحده، دقيقه. اتفضل اتفضل. عفر دي عقبال ما نص ثانيه، ربع ثانيه، خمس ثانيه. انفخ يا مسهل. يا سلام عليك يا واد انت. اديك يا بطل عرفت معلومات كويسه عن الدكتور من اول يوم. هايل انت، ولا شرلوك هولمس في زمانه. لا لا لا، استنى شويه. ايه؟ لسه تكايه صغيره. ايه هي؟ عايزين نفكر كويس قبل ما ننده للمتر. فاهم؟ فاهم. قهوه يا زلط عشان نفكر كويس. شيخ تنيل، خلينا نشوف اللي احسن منك. ودي فاتورة الموبيليا اللي اشترتها الهام. يعني سيادتك مش زبون؟ العفو يا فندم، ده سيادتك الزبون. وسيادتك بقى عاوز من سيادتي كام؟ 949 جنيه بس. اي والله، ده بعد التخفيض والاكرام كمان. 949 جنيه؟ يا نهار اسود. شوف بقى يا بطل، اهي التكايه انهم يلاقوا دليل جوه شقه الدكتور يدل على ان اللي بالي بالك هو القاتل. ها يلا فكر معايا بقى يا بطل في الدليل المقنع. مع السلامه، ابقى خلينا نشوفك. نفكر. الحقني بالقهوه يا زلط. ده كلام فارغ. هي المسائل تيجي كده؟
فوضى سبهلله. يا سعاده البيه خليك محبوب، هو الواحد بيتجوز كل يوم. اسمع بقى ما اقول لك، خد الفاتوره بتاعتك روح على المحل لغايه ما اطلب لك كل حاجه. شكر قوي. مع السلامه. قلت لي كام؟ 949 جنيه. سلام عليكم. الدليل، لقيت الدليل. فليحيى الزرار الملخلخ. مفيش كده في الدنيا دليل مقنع حاسم قاطع. يا زلط يا متر يا متر، انت يا زلط يا حمار. ايه بس ما تقولش زلط. اسمه ايه الدوشه اللي بتعملها دي؟ يا اخي وطي صوتك، خلي صوتك واطي زي اخلاقك. انت قليل الادب. فين قاضي القهوه وفين المتر بتاعك؟ شوف اسمع بقى يا جدع، انت تخلي المتر في حاله احسن. انا عقلي الوسخ بيقول لي انه هيروح في داهيه على ايديك. داهيه ايه يا مغفل؟ داهيه ايه يا مغفل؟ ده انا هخليه متر مشهور، ده انا هنغنغه. ايه يا اخويا؟ هنغنغه. تنغنغ مين بلا فقر يا اخي؟ نغنغ روحك، ده انت ديانته، وان شاء الله هتفرق بينه وبين الست نوال. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك كده. انت بتتكلم جد يا واد؟ لا بهزر يا واد. اديك على خلقتك. بتكلم جد والله العظيم بتكلم جد. طب مش تفهمني؟ فهمني يا زلط، خليني اعرف بري من بحري احسن. دي اتسبكت قوي، اتسبكت قوي يا استاذ زلط. اقول لك يمكن تحط في عينك حصوه ملح وتلايمها بقى. قولوا لي اجيب لكم منين؟ اسرع، انهب، انصب، اجيب لكم منين؟ شايفه بينكر من اولها. انكر ايه؟ انا حلت حاجه؟ وبتكذب عليا انا كمان يا سمير عشان اقول لك. اسمعوا بقى بقول لكم، انا العفاريت بتتنطط في عينيا. انا قلت العفش يرجع يعني لازم يرجع. ارجع زي سمير، ده انا قلت لكل اصحابي. طزت باصحابك، هدي نفسك وطزت فيك انت كمان. الله يسامحك. روق يا استاذ، عيب. دول برضه نسايبك وانا زبونك. انا لا عاوز اتجوز ولا عاوز عضيتك. طزت فيهم وطزت في عضيتك بس. خلاص سلام عليكم. سامع يا ماما؟ في 60 داهيه المركب اللي تودي. وده ده كمان. مدام، ده الاستاذ ياسين اللي حكيت لحضرتك عليه. ياسين؟ شوفوا بقى، الله هلا على الجد، والجد الله هلا عليه. احنا غلطنا في حق الراجل. نعم غلطنا. ايوه. غلطنا في ايه؟ ده لسه قابض 1000 جنيه وبينكر. 1000 جنيه ايه وبتاع ايه؟ انتوا صدقتوا؟ انا هقول لكم الحكايه عشان كل واحد يلحق يصلح غلطته. بس هاتوا لي قبل فنجان قهوه. يا جدع انت التطومه قدامك ايه؟ سكر زياده لو سمحتي. يا استاذ اسمع يا زلط انت كمان، اوعى تفتح بقك. الله 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 الله، انا عملت ايه يا استاذ عشان تبني فيها بالشكل ده؟ عملت ما عملتش هي كده، مش عاوز اسمع ولا كلمه. حتى ولا مني يا سمير. انا ساكت اهو وحمشي. انا مشيت خلاص اهو. تحب امشي انا كمان؟ اتفضلي. وبتقولها من غير نفسي ليه؟ وبعدين بقى؟ تعرف انا لولا اني ايه؟ كنت عملت ايه؟ ايه يا سمير؟ انت هتضربني في الحقيقة يا سمير. انت مش عاوزه الضرب وبس، انت عاوزه الذبح، عاوزه اشرب من دمك. انا يا سمير اللي زيك انت ما يستاهلش اللي انا بعمله علشانه. انت لو تعرف انا بعمل ايه ما كنتش تسمع كلام امك. انا بعمل كل ده علشان بحبك، فاهمه؟ سمير، ودي طريقة حب دي عشان تسمعي كلام امك. وان ما سمعتش كلامها يا سمير ها؟ وكنت جاي علشان اصالحك. نوال سمير، انا جاي علشان اقولك اني مستعد اتجوزك من غير فرش ولا سكن ولا طلبات ولا غيره. لا يا حبيبتي يا نوال. استاذ اتنيل يا استاذ. يا هات في ايه؟ شاتك مطلوب في النيابه. نيابة؟ مش معقول، يمكن امك. نهارك سعيد. الاستاذ سمير فوزي المحامي مش كده؟ ايوه يا فندم. ياسين طلبك عشان تحضر معاه التحقيق. تحقيق بتاع ايه؟ يا استاذ سمير، انا جيت سلمت نفسي واعترفت. اعترفت بايه؟ انا اللي قتلت الدكتور عبد اللطيف زاده. مش معقول. اتفضل يا استاذ استريح. ممكن انفرد بيه شويه؟ مفيش مانع، اتفضلوا. ايه اللي عملته ده؟ قول لي قبله، انت عملت ايه مع نوال؟ اصطلحته؟ احنا في ايه ولا في ايه؟
مالك مخضوض كده؟ امال عاوزني ارقص ازغرط؟ انت جنسك ايه؟ انا يا سيدي ياسين نجيب، قتلت الدكتور واعترفت، والسبب قلتهولك قبل كده. ما انت قلت لي 60 سبب قبل كده. انسى كل اللي قلتهولك ما عدا الكلام الاولاني اللي قلتهولك اول مره، فاكر؟ يعني انت اللي قتلته؟ ده اخر كلام؟ عيب يا استاذ سمير، انا هضحك عليك؟ ده احنا قدام النيابه دلوقتي. يا نهارك. مطين. مفهوم. ايه انت بتهزر دلوقتي؟ انا بتكلم جد. هو صحيح مطين دلوقتي، لكن بكره هيبقى زي الفل. بس شد حيلك معايا انت في الدفاع، ولو اني خميتك في حاجه مهمه. ايه تاني؟ ما انت خمتني في حاجات كتير. ايوه بس الخمه التقيله بقى ان مفيش اتعاب، لا 3000 جنيه ولا 3000 مليم حتى. دي مش مهمه خالص. ما تحبقش عليا. على العموم بكره هتكسب الوفات على حس القضيه دي من قدك. هتترافع عن القاتل المعترف وتطلعه زي الشعره من العجين. زي ايه؟ لا صدقني يا متر، بس اعمل معروف. على فكره انا قبل ما اسلم نفسي عملت تليفونات لكل الجرايد والمجلات وقلت لهم على كل حاجه كده على ودنه علشان اخدمك. يلا يا استاذ سمير نكمل التحقيق. ايوه دقيقه الواحده لو تسمح. بالحق انا لسه ما قلتلهمش على الدوافع بتاعت القتل. مش حكايه بنت خالتك مع الدكتور؟ ايوه شايلها للوقت المناسب. يلا شد حيلك بقى وخش على الدفاع كده وانت زي الاسد. يا بيك يا نمرود. مش معقول. المتهم ياسين نجيب. ايه؟ التلفزيون وصل عشان يصورني؟ بلاش لماضة، سيد المأمور عايزك. لازم بقى بتوع الاذاعه. اتفضل. الو. ايوه يا فندم، جاي حالا. حاضر، مع السلامه يا فندم. ايه زبون؟ لا دي النيابه طلباني، هيعيدوا المعاينه تاني في شقه الدكتور. طيب ما تغيبش والنبي يا استاذ، احسن انا قلبي بيقول لي المكتب النهارده هيشغي زباين من ذوي الجنح والجنايات. وبعد ما فتح لك الباب خبيت المسدس ورا ظهري وقلت له على كل طلباتي، لكن ما رضيش يسمع الكلام. رحت طخه بالمسدس. من حلاوه الروح مد ايده عشان يهبش في رقبتي كده، لكن ما جاتش في وشي، جت في الجاكيته. راح محمل عليها بكل تقله، اتفتحت الجاكيته وراح واقع على الارض. بعد كده طبعا خرجت من البيت وقفلت الباب ورايا ورحت رميت المسدس في النيل وخلاص. وايه اللي كنت عاوزه منه؟ لا يا فندم ده سر ما اقدرش اقوله. تقدر تقول لي ايه كانت علاقتك بيه؟ تقدر تقول لي ايه كانت علاقتك بيه؟ ممكن نأجل الأسئلة دي شوية لغاية ما اتفاهم مع موكلي؟ على العموم هنستكمل التحقيق ده بعدين. لكن قول لي كنت واقف فين ساعة ما ضربته بالرصاص؟ أو في الحتة دي تقريبا، يعني في الحتة دي. وكنت لابس أنهي بدلة؟ هي دي يا فندم، ما حلتيش غيرها. يا استاذ بيتك تنخرب ازاي ومعاك يا استاذ؟ سمير فوزي المحامي. مظبوط انا. السلام عليكم. استاذ يا عم، اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا وسهلا يا متر، اهلا وسهلا. ايه ده كله؟ زباين انفخ بجد. ايوه دخلهم لي واحد واحد. ايوه استنوا لحظه واحده، استريحوا، اتفضلوا. اتفضل يا استاذ، اتفضل. ايه دول؟ زباين بركات صاحبك ياسين. لا دي حاجه تفتح النفس. الحق بيهم. استلم قبله. ايه ده؟ خدت جنيه من كل واحد منهم رسم مقابله. لا ناصح يا ده زلط. ونمرتهم كمان اخر نظام وشرفك. طب الحالب نمره واحد. عجب.
نمرة 1 يتفضل المعلم محسن فرجاني، جنايات. ميرسي. اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. تسمح تيجي هنا قدامي لحسن وسطي يتقسع كده وانا بكلمك؟ تحت امرك يا فندم. اي خدمه. بصلي كويس. بصيت يا فندم، بصيت. شايفني في عز شبابي ولا شايف ايه؟ عارفين يا هانم ان انا شايفه وتخش في القضيه. ما هي دي القضية. طب فهميني شويه كمان. 6 اشهر مفيش غيرهم دخلت فيهم دول، وبعدها اتخطف مني. مش كفاية احزن سنة ولا احزن طول العمر؟ اتجوز بعد سنة ولا اعمل اضراب عن الجواز؟ بصلي كويس. والله دي مسائل ما درستهاش ولا فهمش فيها كويس. ما هو لو كنا ستات مع بعض كنا نفهمها على طول. افرضي فهمناها، نكمل. رايح فين؟ بس اقعد على المكتب عشان اكتب شويه تفاصيل. مش محتاجة كتاب، دي عايزة اللي يفهم واللي يسمع واللي يشوف واللي يساعد على الحلال. يا زلط. يا نعم. شوف الهانم تشرب ايه. شربت بره. لازم تشربي هنا كمان. إن كان ولا بد اديني وصل ب50 جنيه اديهم لزلط برضو. بس افهم دول بقى عشان ايه؟ هو في حاجة بينا غير القضية اللي أنا جايلك علشانها؟ والعربون اللي لازم أدفعه. طب لما تبان القضيه. ما هو كل ما يلزم هنسد، وإن كان على الشرط أشرف. أنت عليك الأمر وإحنا علينا الطاعة. يا خبر اسود. معلش والنبي يا استاذ. لا والنبي عشان خاطري تقبل. ويا بخت من نفع واستنفع. يا زلط. اكتب أنت الوصل بقى على مهلك. والاسم؟ صفية حسن حسنين. والقضية؟ ورثوا اسم بين أخت وأخوها، والأخت أهي، والأخ حارمها وعاوز راجل يقنعه، وهو بهمة الأستاذ الاسم هتتم في زيارة، وإن ما تمتش في زيارتين. أصل الأخ بعد عنك رجليه من هنا منين؟ وإن ما اقتنعش أهي المحاكم موجودة، وربنا يخلي الأستاذ. ربنا يخليه من غير محاكم يا زلط. ومش حسبة لو زودنا على زيارتين كمان زيارتين، وهو كل شيء بثوابه. ولا ايه يا استاذ سمير؟ والله هعمل انا الوصل. اتفضل اسمع منك بقى. هتسمعيني بعدين، انما قولي لي انت الاول. يعني ما كفكش ولا ده انت نبيه وسيد النبهة، ولا عيب بقى على قضية الدكتور؟ واحنا لسه قلنا حاجه؟ ده انت يا دوب قلت اخت محرومه واخ حرم. انا بتكلم عن قضية الدكتور. اصلك انت قلت عندك مفاجأة وانا بموت في المفاجآت. فاجئني بقى الله يخليك. افاجئك؟ لا دي اسرار. طب ما انا قلت لك على سري، وهو سر بسر ونبقى خالصين. حاضر. اهو كده. ايوه بس مش وقته. طب نخليها للزيارة. العنوان اهو، وانا واخويا هنستناك بكره العصر. كويس قوي يا فندم. امشي بقى قبل ما تقولها انت. لا يا فندم، العفو، ده مكتبك. لا مش كده من اول زيارة. سعيدة بقى يا استاذ. مع السلامة يا فندم. مع السلامة يا مدام. اتفضلي يا فندم، الوصل اهو. ميرسي يا زلط، وحياتك ما تنساش توصي الاستاذ عليا. ها؟ يا خبر اسود. ده انا هوصل بشدة، ده انا هوصل بعنف. استاذ.
الست دي ملعب. ما عشان كده انا خليتها للاخر عشان خاطر تاخد راحتك. هتلبخ؟ لا، عايزين ناكل عيش بقى. الله، خليك فهلاوي زي يا استاذ، وخد كل زبون على قد هواه. ايوه، انا هاخدها على قد عقلها لغايه ما اعرف ايه حكايتها. وهو انت لسه ما عرفتش؟ لسه، انما هيحصل. أول خطوة مش بطالة، لا ما انا مالي ايدي منك. بس أنا خايفة لا تغير. لا ما تخافيش، ما دمت انا اللي برسم يا صفصف. وأما تلاقيني بكرة قدامك وبقدم الود لغيرك. ما يهمش، ما دام الود ده بيتقدم من ورا القلب عشان نوصل لغرضنا. أهو كده طمنتني. لكن يا حلوة بقى لو انقلبت الاسطوانة. وده معقول أخونك يا مراد؟ ايوه، ما هو كمان مش معقول اخليك تحصلي الدكتور. اخس عليك ما تقولش كده. انا بس بحب كل شويه ان افكرك اني دفعت فيكي جواهر كتير سرقتها ودم غالي سيحته. وانا مش ناسيه. اروق بالك يا مراد وخلينا هنا. انا بالي مش هيروق الا لما اعرف ايه اللي مخبيه سمير، وان ياسين هيسدد بدالي. لهذا قررت النيابة العمومية تقديم المتهم ياسين عبد القادر نجيب إلى غرفة الاتهام بتهمة قتل الدكتور عبد اللطيف محمد زادة عمدا مع سبق الإصرار والترصد. الحمد لله. موجود يا ستي، اتفضلوا استريحوا. لا ما نقدرش نستريح. لا يا ستي، بالدور. اعمل معروف يا ابني. معروف ايه يا ستي؟ يا فوضى ولا حكايه فوضى؟ فوضى ايه؟ الواد هيروح في شربة ميه. ما تقوليش كده يا نينا، ان شاء الله ربنا يطلعه بالسلامه. الله بعدين معاكم بقى يا قلب مهيف. ايه في ايه يا زلمه؟ في ايه؟ مش عارف يا استاذ زنيد. الاستاذ ياسين جراله ايه؟ ياسين بريء والله يا استاذ. وانتوا عاوزين ايه من ياسين؟ انا خالته يا ابني، وانا فاطمه بنت خالته. انت فاطمه؟ ايوه. كنت فين؟ ده انا بدور عليكي من زمان. تعالي 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 تعالي. خش 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 خش. اهلا وسهلا. اتفضل. والنبي يا ابني ما تأخرنا إلا عشان بس نلم قرشين للأتعاب والمصاريف. لا سيبك من حكايه الاتعاب، اتفضلوا استريحوا اتفضلوا. ثم ربنا يريح قلبك يا ابني. طمنا والنبي يا استاذ. ثم ايه؟ بكل اسف حولوا اوراقه على الجنايات. ما تخلي لا والنبي تاب. لو ما كنتيش بس تكلفي خاطرك. هم كلهم كده يجوا عند الاستاذ وهم بيصوتوا ويطلعوا من عنده وهم بيزغرطوا. عقبالنا يا كريم يا رب. هيحصل باذن الله، هيحصل. ممكن يا حبيبي يا ابني. طب ممكن يا حبيبي يا ياسين. ممكن تهدوا شويه عشان نتفاهم بس. صبرنا يا رب. تبقى انت بقى فاطمه؟ ايوه انا بنت خالته؟ ايوه. كان قال لي انكم مخطوبين لبعض يا ابني وحياة غلاوتك. يبقى انت بقى اللي ايوه انا. امال انا بعيط ليه؟ ما هو للاسف ما بتعرفوش غلطتكم الا في الاخر وبعدين تعيطوا. عندك حق يا ابني، بس حد كان يصدق ان ده كله يحصل؟ والله انا نفسي مش مصدق. دي صغيره قوي، حرام. الله يخرب بيتك يا دكتور. مالت بخت بعد عنك. طب ولا مؤاخذه، انا كنت عاوز اعرف منكم شويه تفاصيل تنفعنا في المرافعه. تحت امرك. بس تجاوبيني بصراحه. هقول لك على كل حاجه ونقولها في المحكمه. ونقولها في المحكمه. مش معقول يا حفيظ. ليه؟ ما تسأل يا ابني، هو الحق حد يختشي منه؟ طب قولي لي، ولا اقول لك بلاش احراج، خليها الوقت تاني. انتوا نازلين فين؟
هندور على لوكاندا ننزل فيها. اللوكاندا ازاي؟ هو انتوا اغراب؟ انتوا تنزلوا عند خطيبتي في البيت. يا دي الكسوف يا ابني. ما فيهاش كسوف ولا حاجه، البيت واسع وما فيهوش غير خطيبتي وامها، وامها ست طيبه وزي السكر. اتفضل. ايه اللي جابك هنا يا فاطمه؟ جت عشان تشوفك يا ياسين. ايوه يا ياسين، جاي اطمن عليك. ما كانش لازم حد يجي هنا خالص، مش لازم تيجوا. تعالى اسمع، انت لازم تساعدني عشان اخلصك. كل معلومه تاخدها منك ولا منها. اصل انت مش عارف. مش عارف ايه؟ اوعى ما تكونش انت اللي قتلت الدكتور. لا فشر. امال ايه؟ فاطمه مش السبب. يعني حكايه فاطمه مع الدكتور؟ لا 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 مفيش. وبعدين بقى انا ابتدى الفار يلعب في عبي. معلش يا استاذ سمير، على العموم دي اخر كدبه اكدبها عليك، بس خليهم يروحوا دلوقتي بلاش فضايح. امال قتلت الدكتور ليه بس؟ بعدين اقول لك. بعدين امتى؟ انتهت الزياره يا حضرات. ثانيه واحده يا حاج الظابط، لازم تقول من لي فضلكم الزياره انتهت، اتفضلوا بقى. هتوديني في داهيه معاك. اتفضل. شايف يا استاذ سمير؟ ايه بس في ايه؟ يخلصك تجيبنا هنا عشان نتهزق. ليه حصل ايه؟ تصور ان خطيبتك فاكره ان انا يا خبر مش قادره اقول. وانا ذنبي ايه بس يا فاطمه يا حبيبتي؟ هتقول ايه تاني بعد اللي قلتيه؟ طب معلش، احنا ناس اشراف مش بتقول حاجات. انا غلطانه، حقك عليا. ده انا من اليوم. سمير اتكلم ولا تعرف انت تقف تتفرج عليا. اصل يا فاطمه الدكتور وانا يا خرابي، انا والدكتور يا خرابي يا خرابي يا خرابي. نوال معذوره، انا اللي قلت لها تسالك. انت يا خرابي يا خرابي يا خرابي. هي كانت بايخه مني، بس اعمل ايه؟ انا عاوز افهم الالغاز اللي حواليا. وما لقيتش الا انا وهو. انت فاكرني ايه؟ طب سامحيني بقى ودي. لا مش مهدياها، وهقول لياسين كمان عشان يبهدلك. انا والدكتور يا خرابي يا خرابي يا خرابي. كسفتني معاها يا سمير، ليه كده بس؟ معلش طيبي خاطرها بكلمتين. انا عارفه قضيه ايه دي اللي هتجيب لنا وجع الدماغ. دي هي دي الحظ اللي جاي يخبط على الباب بعد طول الصبر. هو بس لو اعرف مين البت التانية دي. هو في بنت تانية كمان؟ اه يا خرابي يا خرابي يا خرابي. حد سأل عليا يا زلط؟ خد. ايه دي؟ كمبيالة ام حماده. دفعت لها 30 جنيه؟ وادي 20 جنيه علشانك. منين جبت الفلوس دي؟ من الست صفيه، ربنا يكتر من امثالها يا رب. هي جت؟ جوه وشربت 2 كافيه لحد دلوقتي. غريبه قوي الست دي. انت عايز الصراحه يا استاذ، انا غلب حماري معاها. انا هغلب لك حمارها. مساء الخير. لا انا زعلانه منك. ولو ان انا الغلطان، لكن انا اللي زعلان. مني انا؟ عشان بتشربي فنجان القهوه ب50 جنيه. اخسى عليك، ده فنجان القهوه في مكتبك يسوى ويستاهل، بس الظاهر ان زيارتي انا لا تسوى ولا تستاهل. انا من عشمي هطلب منك تسامحيني، ولا بلاش اتعشم. مش عارفه، بس انا سامحتك اهو كده. ومادام العشم بقى صد ورد، تبقى انت سمير من غير استاذ، وانت صفيه من غير هانم. اقدر ازود العشم حبتين. زودي يا اختي زودي. ايه اللي شغلك عني؟ هو في غيرها؟ مين؟ قضيه الدكتور. اخ ايه؟ لا ابدا، بس حاسه ان قضيه الدكتور تبقى ضرة قضيتي. ليه يا صافي؟ حلوه صافي من بقى. لا مؤاخذه، اصل زودت العشم حبتين. بس الزياده دي هتخليك تسيب القضيه اياه. لا سيبها ازاي؟ انت عارفه ان فيها مصلحه. ابدا يا سمير، دي هتعطلك على الفاضي. القاتل واعترف، انت هتعمل ايه؟ تموت نفسك؟ ما انا قلت لك عندي مفاجاه. اخسى عليك، وهتفضل مشوقني. بس ده سر. وهيفضل سر بعد العشم؟ اصل قول بقى علشان ايه؟ هقولك بعد ما تقولي. اصل القضيه فيها واحده. مين؟ هي السبب. غريبه. عشان كده انا مشيت على المثل اللي بيقول فتش عن المرأة. وفتشت؟ يعني وعرفتها؟ يعني مين هي؟ واحدة في عز شبابها،
صوتها رقيق، شعرها ناعم، اسفه. ايدك ساعة ليه؟ مش عارفه. عشان قلبك سخن. تفتكر؟ صافي. كمل كلامك اللي قبل كده. ما تحرجنيش، انت عارفه ان دي اسرار ولازم احافظ عليها عشان احافظ على اسرارك انت كمان. طب ما انت قلت منه حته. كفايه حته النهارده، نتكلم في قضيه الاسم. اسمه؟ اللي بينك وبين اخوك. طب ما احنا قلنا ان مكانه مش هنا. امال فين؟ في بيتنا. ايوه عندك حق. هتوعد وتخلف؟ لا المره دي مش هخلف. انا ابتديت اخاف من الراجل ده يا مراد. ما تخافيش طول ما انا موجود. وهقعد معاكم لما يجي دلوقتي. بيسيبينا مع بعض شويه ساعه ما اشاور لك. احسن. انت هتعمل ايه؟ ما هو يا اما انه مش عارف حاجه ابدا وبيهلضم عشان خاطر يسترزق، يا اما انه عارف، وفي الحاله دي يا اما نشتريه بدول يا نشتريه بده. حط الاسطمبة على وشك وروح افتح الباب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الاستاذ مراد يا استاذ سمير. فرصة سعيدة يا استاذ مراد، اهلا وسهلا. لا والله كلتني يا استاذ سمير. انا لحقت. انا اصلا راجل دغري، اللي في قلبي على لساني. ونعم الرجال. والصراحة برضو من عزم الرجال. مفيش كلام. تصور بقى يا استاذ سمير ان انا كرهتك على السمع. لا حول الله، ليه انا عملت ايه؟ مش انت الافوكاتو بتاعها اللي مقوماه ضدي؟ ما تحطهاش في الصورة الشديدة دي. احنا مش قلنا نتكلم بصراحة؟ لكن سبحان الله، هل هلالك عليا من هنا؟ لحظة واحدة كان اللي كاره زي ما انت شايف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا حبيبي. ربنا يديم المحبة اللي انا سبقت بيها. حلو، يعني انا بقى دلوقتي اللي هروح في الرجلين. وليه ما تقوليش المحبة هتبقى متالتة؟ انا قريت في وش اخوكي انه بيحب يدي الحق. يعني اما ارجع لكم بالقهوة هتقولوا لي مبروك؟ هيحصل. شوف بقى لما تمسكني من ايدي اللي بتوجعني عشان حبيتك. هي ايه الحكاية بالظبط؟ يا ما نفسي احكيها لك الحكاية دي على انك الافوكاتو بتاعي انا. خلاص اعتبروني واسطة خير مش المحامي. وانا موافق. نخش في التفاصيل. بس على شرط، من بكرة تاخد شنطتك وتسافر على العزبة، تقعد هناك 10 15 20 يوم، تشوف الارض واللي عليها واللي حواليها. بس ازاي اسيب مصر في عز الزحمة؟ اسمع يا استاذ، بالصراحة اللي دخلنا بيها على بعض دلوقتي، اللي تدفعوا لك الزحمة دي يا عم ندفعه احنا ونبحبح كمان شوية. بيني وبينك محدش يكره البحبحة، انما يعني انما ايه بس يا استاذ؟ ده المثل بيقول من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه. ولا ايه يا استاذ؟ وانا مستعد وانا جاهز. ما تزغللش عينيا يا سيد مراد. قدرين في جيبك بقى وحضر شنطتك الليلة. ايوه انا احب القلب الحامي ده. وانا احب اللي يفهم كلمة خد وهات. ايوه بس انا طالب التأجيل. ده لازم بقى في زبائن اتقل مننا. فشر يا سيد مراد فشر. امال ايه بس؟ وشرفك مستعد استغنى عن كل الزباين الا واحد. واحد ايه ده اللي ياخدك مننا؟ ياسين المتهم في قضية الدكتور. ولو اني مش عارف انت بتضحك على ايه، لكن يعني بتضحك اهو. اصلي انا احب الفرفشة مع اني معرفش سببها. انما انا فهمت انك عارف انها قضية بتضحك. الظاهر ان حضرتك عارف القضية اكتر مني. ودي عاوزة مفهومية دي يا استاذ؟ دي قضية خسرانة. انا مش عاوزها تأذيك وتأذي سمعتك. اسمع مني كويس بس وافهم. انا حبيتك وهحبك اكتر لما تسمع كلامي. حكمها بقى سمي وموتي اللي ما يسمعش كلامي. باين عليك هتخليني افكر. الله، ده مستقبل والحياة فرص. ايوه والفرصة ما بتجيش الا مرة واحدة. تعجبني. يرجع مرجوعنا بقى للورق ده اللي هيبرد من الهوا. ده فين؟ فانهي جيب؟ في جيبك الجواني. يعني مؤقتا.
مؤقتا دي هتطول؟ حد عارف؟ اقول مبروك من عندي انا اقوليها. ومن عند اخويا. متهيألي برضه تقدري تقوليها. لا اعمل معروف، فسر لي اكتر. يعني اسيبكم تتبحبحوا مع بعض. ايه يا مراد؟ متهيألي انه طماع، عايز فلوس اكتر. اما صافي لو كان قافش حاجه. طب اديله. لا مش وقته، ادالي شويه. ايه رايكم اعزمكم الليله على سهره صغيره عربون للاتفاق؟ يا نفسي من زمان في سهره زي دي، لكن زي ما انت شايف بقالي 5 سنين على الحاله دي. انا اسف قوي. على كل حال ملحوقه، نعملها هنا بعد ما ترجع بالسلامه. ولا مش ناوي تسافر؟ لا ازاي؟ بس اديني فرصه علشان اوضب الجو. يا عيني دي اللي مش عاوز تريح بالي. ما تريح بالها بقى يا استاذ. ولا يعني صفصف ما تستاهلش راحه البال. لا هريحها قوي يا استاذ، دي تستاهل كل خير. خلينا بقى نبقى ايد واحده. احنا ايد واحده اهو. سمير. ايوه بس اخوكي نسيتني يا شيخ. معلش انا همشي دلوقتي وبعدين نتقابل. يعني ما تعرفهاش؟ يا ريت. امال هي بتقول انها تعرفك ليه؟ طبعا، ومين دلوقتي ما يعرفنيش؟ ولسه بكره يا استاذ صور المعجبات تتحدف عليا زي النطر، لكن لا، انا مخلص فاطمه وبس. امال قتلت الدكتور ليه بس؟ ما قلت لك بعدين يا متر. بعدين امتى؟ هتوديني في داهيه. لا ما شفتش الصورة دي معاه قبل كده، وريني. وما جابلكيش سير الستات قبل كده؟ لا ابدا ابدا. حاجه تجنن. والنبي ما تكركبش بطني، ياسين كويس وابن حلال وبيحبني. سمير، انت مش لسه صور ستات في جيبك؟ ده عشان القضيه. وشفتها؟ طبعا لا، هي اللي جات لي في المكتب. وكلمتها؟ انا مش زبونه. وطبعا اديتها صورة واديتك صورة. وبعدين بقى يا نوال. سمير، تعالي يا نوال تعالي. انت خليك فيا عقل. لا ما تسيبهاش، قوم فهمها. اصل احنا يا ستات لازم نفهم. طيب بعدين؟ يا قلبك ده قلبي تعيط. تعيط؟ عارفه ايه ده؟ وده وقته. ابدا ابدا، اعوذ بالله. لا لا لا، اعوذ بالله. ايه وصلت الحل؟ اولا دي مش جريمه عاطفيه. امال ايه حكايه الست اللي في النص دي؟ كل الاستعلامات اللي عملتها اكدت لي ان الدكتور ده راجل شريف كبير في السن، سمعته زي الالماس. يعني الست صفيه تبقى بره الموضوع بقى؟ انا ما قلتش كده يا زلط. لا امال ايه بس ما تقول، برجلت لي مخ يا استاذ. ياسين ما قتلش الدكتور عشان واحده ست. يبقى قتلوا علشان يسرقوا. لا التحقيق اثبت ان مفيش جريمه سرقه بالمره. الله، امال قتلوا ليه؟ غاوي قتل. لا غاوي حاجه تانية. محكمة! ياسين لازم تقول الحقيقه نروح في داهيه. داهية مين يا استاذ؟ ان ما كلمتش انت هتكلم انا. اوعى تقول حاجه هتهد اللي بنيته. فتحت الجلسة. والجرايد تكتب وتكتب، والقاتل كل الناس تتكلم عنه ويشتهر. ما هو هنا الحدائق، هنا الفهلوة، هنا القضية هتبقى قضية ونشتهر. امتناع المتهم عن ذكر الدوافع الحقيقية للقتل
لا يغير من الأمر شيئا، فالتهمة ثابتة عليه ثبوتا قاطعا، بدليل وجود زرار الجاكيتة في منزل القتيل، وبدليل اعتراف المتهم الواضح الصريح بارتكاب الجريمة، ولاعتراف سيد الأدلة. والنيابة مصممة على تطبيق مواد الاتهام، ولا تأخذكم به شفقة ولا رحمة حتى يأخذ قصاصه العادل جزاء جريمته الشنعاء. الدفاع. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أعتقد أننا جميعا قد أضعنا وقت المحكمة في نظر ادعاء كاذب، وإني أصرح عن إيمان لا يتزعزع بأن ياسين نجيب لم يقتل الدكتور عبد اللطيف زاده. سكوت من فضلكم. الدفاع يريد إضاعة وقت المحكمة بهذا التصريح الغريب. أنا أذكر الحقيقة وأراعي الضمير. لا، مش هي دي الحقيقة. اسكت يا ياسين. أنا اعترفت يا ناس، وعايز أريح ضميري. سيب المحامي بتاعك يتكلم. أفتكر بعد اعتراف المتهم وكلامه دلوقتي أصبحت القضية واضحة ويجب الانتهاء منها. أرجوك سيبني أكمل دفاعي. طيب، تفسر بإيه التناقض بين دفاعك واعتراف المتهم؟ هذا الشاب المسكين قد سيطرت عليه رغبة محمومة في أن يجري اسمه على كل لسان. إنه مريض بجنون الشهرة. أبدا، ده بيضل عليا. أنا مش مجنون. ياسين، أنت بتلعب بالنار. أنا مستعد أثبت أقوالي للمحكمة، ولذلك أرجو إعطائي فرصة ولو أسبوعين. هذه مناورة من الدفاع لكسب الوقت. أنا لا أقوم بمناورات، وإنما أسعى لإثبات الحقيقة. على العموم النيابة محتاطة لمثل هذه الادعاءات، وأعدت تقريرا من الطبيب الشرعي يثبت بأن المتهم متمتع بكامل قواه العقلية. وأنا أعترض على اتهامي بالجنون. ياسين مش هو القاتل، مش ممكن يكون القاتل. بالرغم من اعترافه، أنا متأكد إن في ناس تانيين هم اللي ارتكبوا الجريمة. يبقى مفيش قدامك غير واحدة من الاتنين، يا تثبت للمحكمة إن المتهم بريء، يا تثبت إنه حد غيره قتل الدكتور، وإحنا مستعدين نسمع لك. إذن فإني أطلب التأجيل لتقديم القاتل الحقيقي. كفايه يا فاطمه، كفايه يا حبيبتي. ما هو سمير طمنا في المحكمة. والله الواحد غالب، بيصدق سمير ولا يصدق ياسين. ياسين بريء والنبي يا تيزة. جايز يا بنتي جايز. احلف لك بيها بس عشان تصدقي. من غير حلفان، ما هو سمير قالها. ماما، سمير قالها في المحكمة، قال انه هيقدم القاتل. طب ما هو والقاتل هيسكت له؟ طبعا لا. وبعدين يا ماما؟ والله ما انا عارفه ايه اخرتها مع السمير بتاعك ده. هو اللي خد الصورة، مفيش حد غريب دخل غيره هنا. مراد، لازم تتصرف. لما يجي هنا ليلة روح أزميه. بعد اللي قاله في المحكمة؟ لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. يا مراد ده مش سهل. أنا مر. أما أشوف هتكتبي لي إيه عليها. أنا حمدي وبس. والكلام شفهي. الأستاذ موجود؟ ايوه موجود. مش موجود أنا مالك مجنون كده ليه؟ بس اصل يعني هو موجود بالصراحه يعني، لكن معاه جوه المعلم عباس لاور. جنايات. اتفضلي استريح هنا. طب هو انا غريبه؟ لا معلش، بس علشان خاطر اسرار الزباين. جنايات. بقى حبتني يا سمير خالص بالسرعة دي؟ أصلك صاروخ. تقوم تخطف الصورة وتخضني؟ ما أنا مش قادر أخطف الأصل. بقى انت في حاجة ما تقدرش عليها. انتي انا بين ايديك كده اهو.
هنشوف. هو صاحب القضيه ده اخرس؟ لازم الاستاذ بيكتب له مذكره، هو ضروري بيكتب له مذكره. قولي لي اجيب لك كازوزه؟ ها؟ كازوزه. مفيش مانع. دقيقه واحده، نص دقيقه، لحظه. نوال، يا خاين يا غشاش. عيب عيب يا نوال. عباس العور جناني مش كده؟ عور؟ امشي انا بقى. لا لا استني. بتقول لها استني كمان؟ والله كل واحد حر في مكتبه. كده يبقى من دلوقتي لا اعرفك ولا تعرفني. خلاص انت حرة. يعني دلوقتي مش عايزني؟ والله افهمي بقى اللي تفهميه. عيب يا سمير، ما يصحش كده. وانا اللي كنت جاي اطمن عليك. يا حرام. ما دي واحده دي علشان تخوني معاها. الله دي هتلبخ. لا لا من فضلك ما تلبخيش. كده طيب انا ماشيه. مع السلامة. يلا. الكازوز. ايه ده؟ ده انت زي ما تكون مستحلف لها. كويس اللي جت من نفسها عشان نخلص. هي تبقى ايه؟ خطبت يا ستي. يا خبر. لا لا ده كان زمان كان زمان. يعني مش هتتجوزها؟ جواز ايه ده بس اللي من غير حب؟ عندك حق. امال الحب اتخلق ليه؟ انا عارف. يلا بينا. يلا. كل ده ضحك يا استاذ. كنت محوشه. انت فين من زمان؟ ما تسيبك منه بقى، تخليك معايا شويه. عاوز مني ايه بس؟ ندردش مع بعض، ناخد وندي في الكلام. ايه في الاسم، في الارض واللي حواليها، في التلبيخ اللي لبخته في المحكمة. تلبيخ ايه بس؟ انت مش قلت انك هتقدم القاتل؟ انت عرفته؟ انت دخلك ايه بس؟ يا صافي نعم. حوش اخوك عني بقى. سيبك مني، خليك معايا انا معاكي للصبح.
مش قادر. مراد، لو جبتها لك على بلاطه تخليني اتجوزها؟ بتقول ايه؟ مراد، خلاص مش قادر امثل اكتر من كده، انا تعبت. ما تريح نفسك وتريحنا. كل ده يعني عشان انا فقير؟ خطبت واحده ما بحبهاش عشان انا فقير. مش قادر اتجوز صفيه عشان هي غنيه وانا فقير. هزقوني في المحكمه عشان انا فقير. اتهزقت ازاي يا سمير؟ ده انت قلت هتقدم القاتل. انا كذاب، انا ما اعرفش حاجه عن القضيه. انا قلت كده بس علشان اطول القضيه واجيب زباين للمكتب. انا عاوز فلوس، عاوز اختني، عاوز اعيش زي كل الناس. انا عاوز اتجوزك يا صفيه. يا لهوي، ده تقيل زي الرزية. سمير اسمع ما اقولك، احنا ملناش قعاد هنا يا بنتي بعد اللي حصل بين سمير ونوال. عندك حق يا نينا، احنا لازم نشوف لنا القندة ننزل فيه. لا يا فاطمه، انتوا هتقعدوا هنا معانا. يا بنتي دي انتوا معانا مسليين بعضنا. والنبي انا مش عارفه اودي وشي منك فين. ليه يا فاطمه؟ احنا السبب. انتوا مالكوش ذنب. وهي الستات يا بنتي ليها ذنب في حاجه؟ حسرة علينا، مغلبيننا يا اختي ومجنننا، بيتنا دموعنا على خدنا. ما تعيطيش يا فاطمه. اضحكي يا حبيبتي اضحكي. هضحك على ايه بس يا ماما؟ عشان تفلسي ابو عين زيغه البجح اللي ما جه قال لك كلمه حتى بالكذب. والنبي يا ماما ما تجيبي لي سيرته. اهو كده، نادر عليا ما يفوت الشهر الا لما تكوني في بيت عدلك اللي امك منظره عليه. خلاص بقى ما يلزمناش كبيرة. صفية الحبسة طالت. هانت، بكرة الجلسة وينفض السامر. السيد الرئيس، أنا آسف، الوقت اللي منحتهولي المحكمة ضيق وما قدرتش أقدم القاتل الحقيقي. بعد الاطلاع على مواد القانون قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة 18/1. لا مش ممكن. حرام عليكم، انتوا ما قلتوليش. انا ما عملتش حاجه، انا ما موتوش، ما قتلتوش، صدقوني ما عملتش حاجه، انا ما قتلتوش. مش عايز اموت. انت لسه بتفكر في بوز النحس دي؟ مش كفايه الزباين اللي طفشت مننا؟ كان لازم اوري له صورتها. مين؟ لا 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 لا. افتكرتها، دي الست صفية مرات مراد. مراته؟ انت متأكد؟ عيب يا أستاذ، ودي حاجة تخفى عليا، ده أنا فاهمها وهي طايرة. وكان جاي ليه؟
بعيد عنك كان وقع على رجله اتكسرت والدكتور عمل له عمليه. مكسوره ولا مشلول؟ مشلولة مين يا عم؟ فلا الله ولا فالك. ده الدكتور بتاعنا الله يرحمه كانت ايده فيها الشفا، ده خرج من العياده يجري زي الرهوان. طب اسمع، انت عندك مانع انك تساعدني علشان نوصل للي قاتل؟ اساعدك؟ ده انا اساعدك بروحي، اساعدك بعينيا، ده انا نفسي بس اشوف القاتل ده عشان افصصه بايديا حتت. الله يخرب بيته زي ما خرب بيتي. كان لازم تقول لها من الاول على المعلومات دي. ده كان مجرد شك، لكن المسألة النهاردة ابتدت تبان. بس انا مش هقدر اوقف الاجراءات. لا يا فندم، سيب كل شيء يمشي طبيعي، بس تساعدونا. طيب انا هرسم خطة، بس يمكن نحتاج لكم فيها. احنا تحت امركم في كل وقت. فين نصيبي بقى؟ صبرك امال شويه. هو مش خلاص اتحكم في القضية؟ اما تبرد الحكايه شويه خليك راسي امال. يلا يا شاطر، قولي للبواب يجيب لنا تاكسي. هو ميعاد القطر جه؟ يا دوبك. حاضر. مراد الحق، ايه في ايه؟ لقيت الجواب ده تحت عقب الباب. ده من سمير. هو لسه ما زهقش التلقيحه ده؟ لا، وبيقول كلام يفطس من الضحك. زي ايه بيقول ايه؟ شوية رغي فاضي زي اللي كان بيقوله هو سكران. بس كده؟ وإن الحكم كان صدمة كبيرة، خلى الزباين تطفش من المكتب، وبالشكل ده راح منه الأمل. امل؟ امل ايه القفل ده؟ أمل إنه يتجوزني. طب بس قطع الجواب ده احسن السيره دي بتنرفزني خالص. استنى، قطع إيه؟ ليه، في حاجه تانية؟ شوف كاتب إيه؟ لكن يظهر برضو ان ليا نصيب فيك يا صافي. صافي البجح. لان في واحد اتصل بيا في التليفون وقال لي انه يعرف القاتل. بيميز حضرته ان عنده دليل ضده بخط الدكتور. وبعدين بقى انا الاول ما صدقتش، لكن اللي خلاني اهتم ان اللي اتصل بيا ده يبقى التمرجي بتاع الدكتور، وعشان كده اطمنت شويه وخدت منه ميعاد النهارده الساعه 5. ولما التمرجي عارف القاتل ما بلغش عنه ليه؟ راجل ما عندوش ضمير، عاوز يسلم الدليل للقاتل ويقبض منه. يقوم يكشف نفسه قدامك؟ ما هو المغفل افتكرنا انا عارف القاتل، طلب مني اسكت ونقسم 50-50 يعني. طب ما راحلوش ليه من بدري؟ اهي دي بقى ما فاتتنيش، وسالته قال لي مش عارف عنوانه لكن عارف شكله. وانت ناوي تقسم معاه؟ حد الله يا شيخ ما بيني وبين الحرام. انا هنزل دلوقتي ابلغ البوليس. ايه؟ تبلغ البوليس؟ انا مالي ومال الجو الملاعبك ده، انا كل هم ان الحقيقه تبان واكسب القضيه، وبعد كده ابقى اتقدم للست اختك. اما صحيح مالكش حق، بقى ده اسمه كلام ده؟ دي معرفة الرجال كنوز، وان كان على صفية بس هي تقول وانا سددت بدالك في كل حاجة. كتر الف خيرك. قلت ايه يا صفية؟ هو أنا هلاقي أحسن من سمير؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. والشبكة عليا كمان. خد يا صفية. لا أبدا. أنا حلفت. خلاص حلف. هنرجع لك بعد ساعتين، معقول؟ معقول قوي. عن إذنك يا بيه. مع السلامة. دلوقتي كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه. وانت يا عم سيد خلي قلبك جامد، احنا مستعدين. انا حياتي تحت امركم. احنا لازم نقبض عليه بعد ما يعترف، فاهمين؟ كل واحد يروح مطرحه. افتح الباب. ست صبية، اهلا وسهلا، اتفضلي. مين؟ خش. اقفل يا سمسم. قصدك ايه؟ قصدي اقول ان مراد ده مش اخوكي. انت بتقول ايه؟ وسيبك كمان من حكايه الشلل دي.
سمير. انا هفرجك دلوقتي على ابيه سمورات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرفش عنوان سيد التمرجي؟ شوف يا سيدي، مراد لما سرق محل عفيف الجواهرجي وقع على رجله وانكسرت. وبعدين راح للدكتور يعمل عمليه وهو تحت البنك باح بالسر. عشان كده قتل الدكتور. الدكتور قال له يا تسلم نفسك يا هبلغ عنك. مغفل. متهيأله ان الدكتور يقدر يبيح بسر المريض اللي بيعالجه. هو افتكر كده لكن انا مالي ذنب. يعني يا سيدي الغلبان اللي ليه ذنب. اخصى عليك يا سمير تعمل فيا كده بعد ما حبيتك. ما يضرش. اعترفي اولا وانا اطلعك زي الشعره من العجين ثانيا. دي شغلتي بقى. هو خلي بالك افتح. مين؟ انا سمير. سمراد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطوة عزيزة، اتفضل يا سمراد اتفضل. اهلا وسهلا. خير يا سمراد؟ غير لف ودوران. ايه الدليل اللي عندك؟ دليل ايه بقى؟ انت فاهم وانا فاهم. انت مش كنت مستني الاستاذ سمير؟ لكن انت مش الاستاذ سمير. انا وهو واحد. ما دام الحكايه كده ايدك بقى على اللي اتفقنا عليه. انتوا اتفقتوا على كام؟ مش كتير، 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ انت مجنون؟ ولا مجنون ولا حاجه، الورقه اللي عندي تستاهل ملايين لانها بخط الدكتور. فيها ايه؟ كلمتين صغيرين، انك بتهدده بالقتل لانه عرف سرك وقت ما كان بيعمل لك العمليه. هات الورقه دي بسرعه. يا امال هو معقول ان انا اديها لك كده حاف من غير ما اقبض؟ اسمع يا راجل انت، امور اللف والدوران بتاعتك دي مش عليا انا ابدا. ها فاهم ولا لا؟ ما كنتش هتديني الورقه دلوقتي انا هخلص عليك واخليك تحصل الدكتور بتاعك ده، ولا من شاف ولا من دري. وماله؟ انت ضدك حاجتين، انت تموتني من هنا والبوليس يستلم الورقه من هنا والست صفيه معترفه عليك من هنا. صفيه؟ اهلا استاذ مراد. صفيه؟ يا خاينه. انا دلوقتي بس عرفت ملعوبك. انا هخلص عليك انت وحشيك. خليك مؤدب امال، يمكن انفعك في وقت زنقه. انا هخلص عليك كلكم نفسك. يا دايما هنا. خدوه. خدها معاك. الحقني يا سمير. معلش اسبقيني انت على المحكمه وانا هحصلك. سمير هطلعك زي الشعره من العجين. شغلتي ده. ايه ده؟ انت لسه ما حرمتش؟ لا ده انا حرمت جدا. آه. بقى